الراجل فجأة اكتشف إن في قفل على درج بنته. بدافع الفضول فتح القفل بدبوس ورق، لقى علبة سجاير وصورة لبنته مع صاحبها. جاك ما كانش متوقع إن بنته اللي عندها 16 سنة مش بس بتشرب سجاير، ده كمان مرتبطة بولد. على العشاء جاك سأل بنته إذا كانت مرتبطة، هي قالت بس إن في ولد بيحاول يقرب منها، لكن عمرها ما وافقت ترتبط بيه. ولما جاك حس إنها مش عايزة تعترف، قرر يحقق في موضوع الولد بنفسه. تاني يوم جاك راح المدرسة، كذب وقال إن شنطة بنته ضاعت وعايز يشوف تسجيلات الكاميرات. فرد الأمن ما شكش في حاجة. جاك اكتشف إن بنته كل يوم بعد المدرسة بتركب عربية فخمة، كتب رقم النمرة وبعدها كلم مرور النجدة. كذب وقال إنه خبط العربية دي ومش لاقي صاحبها. عرف إن العربية الفخمة موجودة في مغسلة عربيات، جرى على هناك فورا، لكنه اكتشف إن صاحب بنته مجرد عامل في مغسلة العربيات. العربية الفخمة كانت مستلفها سرا من واحد زبون. جاك اخترع حجة إنه جاي يستلم عربية ودخل المكتب، لقى كرتونة شحن في الزبالة عليها عنوان الولد. صور العنوان وبعدها راح على العنوان عشان يعرف الولد ساكن فين. خبط على الباب كذا مرة ومحدش رد، ففتح الباب بكارت. جاك لقى صور لبنته والولد على كمبيوتر الولد، ولقى كمان هدوم بنته تحت المخدة. جاك كان غضبان جدا، بس عشان ما يتكشفش رجع الهدوم مكانها. بعد كده ركب كاميرا مراقبة في السقف، لكنه ما كانش متوقع إنه يشوف مشهد صعب جدا في تسجيلات الكاميرا.